صباح الهنا او مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو الحلو بتاعنا ده. ايه رأيك بقى في الجمال ده كله؟ ينزل في القلب على طول، ما ينزلش في المعدة. شايفين شكله عامل ازاي؟ تدخلي بالصنف ده احلى عزومة تطلعي منها كسبانة مليون المية. تعالى اقول لك شويه تكات كده تعمليها علشان يطلع معاكي مظبوط. في الارضيه انسي البصل والكلام ده كله والطماطم، هتحطي حبه رمان مع شرايح طماطم وفصوص توم سليم، وترصي الرصه الحلوه المتينه داير ما يدور، دايره جوه دايره جوه دايره، عشان يطلع معاكي مظبوط لما تيجي تقلبيه. صباع صباع جنب بعضه كده، او صباع صباع زي ما انتم بتقولوا عليه. شايفه الرصه؟ رصه مسطره، حبه الفلفل وحبه الرمان من فوق الوش، وتكوني مجهزه الشوربه المتينه، لحمه فراخ، ما عندكيش ولا ده ولا ده، يبقى مكعبين مرقه مع حبه ميه مغليه، وقضيها يا ست الكل والناس لبعضيها. نسقيه الساقيه التمام بالشكل ده كده، ما تبقاش كتير عشان ما يملمقش معاكي ويطلع فاكك من بعضه ويطلع طري. لا، خلي الشوربه بتاعته تبقى على المظبوط، يا دوب بس على حرف ايه، الحله نفسها من فوق، مش الحله نفسها، لا، على حرف رصه الورق العنب بالشكل ده كده. وتبداي ان انت تغطي عليه. شايفين المنظر؟ الشوربه تكون مغليه طبعا، ما تبقاش بارده. ونبدا ان احنا نغطي عليه ونولعه على النار. تبدأ على نار عالية، وتبدأي شوية شوية بعد ما يبدأ يتشرب المية بتاعته أو الشوربة بتاعته تبدأي تهدي. شايفة؟ ادي المنظر اهو. هنرفعه على النار دلوقتي ونشوفه على طول بعدها بعد ما يستوي. الله أكبر، اللهم بارك. تكوني بقى محضرة معلقة سمنة بلدي حلوة كده، وتسيحيها وتروحي حطاها على الوش، تطشي بيها ورق العنب، وتروحي قافلة الغطا وتسيبيها. تيجي بعد كده بقى نجيب الورق، نشيل الفلفل، وتعالوا اوريكم قلبة المعلم. هنقلب ورق العنب قلبة ما شاء الله عليها. تعالوا اوريكم شكلها يكون عامل ازاي. طبعا انا عاملاه في حله المونيا بتاعت امهاتنا اللي هي حلل الشاورما الكبيره دي، تحسي ان فيها طعم الاكل حاجه تانية خالص. حبه الفلفل كده، كام قرن فلفل عليهم برضو رشه رمان، ما تستخسريش، كلفي. ادي قلبة الحاجه اهي. بصوا بقى المنظر. نخبط كده ونسيبها شوية، ونبدأ بعد كده نرفع. واوعى اللحظة الحاسمة، الله أكبر اللهم بارك. بصوا الشكل عامل ازاي، مرصوص رصة مسطرة. اعملي زي ما قلتلك، رصي داير ما يدور كده السطر جنب السطر. سيبوكم الصباعين اللي وقعوا دول مش مشكلة، ده من رفعة غطا الحلة. بس بصوا كده بالمسطرة. وبعد كده نكون مخبيين بقى حبه رمان كده على جنب. نبدا ان احنا نرشرشهم فوق الوش كده. يا سيدي يا سيدي، بص المنظر. شايفين الرمان وهو نازل في قلبي والله. وادي الطماطم وادي فصوص الثوم. سيبوكوا بقى من البصل، وسيبوكوا من الحاجات التقليديه القديمه دي. رصه تنزل في القلب مش في المعده. صحة وعافيه على قلبكم يا رب. باي باي.